واحد اثنين ثلاثة أربعة. مساك عمي. شرفت. بشير. نعم يا أبي. تعال هون يا أبي تعال. نعم يا أبي. بدي أسألك سؤال صغير محيرني شوي، بس اوعى تكذب ها. انت شو مساوي لعمك أبو عصام؟ وهيك صار يا أبي. ولك الله لا يوفقك، ولك الله لا يوفقك، يخرب بيتك، يخرب بيتك من قامتك، يخرب بيتك من قامتك، ولك سودت وشي، الله يسود وشي. يا سواد وشي منك يا ابو عصام، يا سواد وشي منك يا ابو عصام. روح اللي نعمل خليته هناك، روح. راجع، دير بالك على الفرن. أنا هون أنا ابن عمي. يا ابي هدى، فوتي على غرفتك قوام. حاضر يا عمي. عجبك شو مساوي ابنك مع بنت ابو عصام؟ شو ساوى؟ ولك ابو عصام كمشون على باب البيت عم يحكي مع المستوره بنته. بدي اتقطع انا على هالفصل. روح ابن عمي اعتذر منه. ولك شو بدي اقول له؟ شو بدي اقول له؟ قل له لا تواخذنا، سامحنا على العمله اللي عملها ابننا مع بنتها، نحن اللي ما عرفنا نربي. كمان انت الحق عليك ابن عمي. انا؟ ولك بشو الحق علي؟ بشو؟ يعني طولنا كثير لهلا ما خطبنا له اياها. ولك ما بتعرفي شو صار مشاكل بالحاره؟ يا رجال شو دخل مشاكل الحاره بجوازة ابنها؟ كل المشاكل اللي صايره بالحاره ما بتهمك؟ ولا بس بدك تدافع عنه؟ والله يا رجال مو هيك قصدي. هلا صرت انا المذنب وابنك بشير ما دخله؟ روق ابن عمي روق. وشو سويت مع بشير؟ ما سويت معه شيء، ما حبيت هينه قدام شغيلة الفرن، بس انا بورجيه دباره عندي بس ليرجع المسا على البيت. انا رايح عند ابو عصام، عم نقول السلام عليكم. شبنا ابو بشير اختصر شو بدك؟ الحق معك تزعل، والله انا وشي اسود منك. شوف يا ابو بشير، انا ما فتحت تمي بكلمه وناطر لحتى اسمع منك انت. تعال شوف شو بدك. ابو عصام انا جاي هلا استعذر منك، عليم الله عليم الله، بهدلته للولد وقتلته، لانه هي لا من عاداتنا ولا من شيمنا، لك على الغريب ما بنقبلها، شلون بدي اقبلها لاخي وحبيبي وصاحبي ابو عصام؟ اخي انا ما بدي شيء لا منك ولا من ابنك، بس بهالحاره وطول ما انا عايش لا يورجيني وش بنوب. لا هي ماني موافقك عليها. شو؟ وعلى كل حال انا الها ورقبتي سداده. ابو عصام الولد كبر ونحن رايدين كريمتكم، بعدين الولد ما شافها غير مره او مرتين. نحن مو هيك ربينا يا ابو بشير. ابو عصام قلنا لك رايدين البنت على سنه الله ورسوله. بس البيوت الابواب يا ابو بشير، وانت بتعرف نحن مو من عاداتنا ولا من ناموسنا نخطب بنات الناس من قفا ابواب اهليها، ونحن كمان بندخل البيوت من ابوابها، وعليم الله عليم الله لو ما صارت هالمشكله معك بالحاره كانت بنتك مرت ابني من شهور بعد موافقتك طبعا، وصرميتك على راسه كمان. وانا بعد الاستعذار والسماح وان شاء الله تكون سامحتني، انا رايد اطلب ايد بنتك لابني بشير. بقى شو قلت ابو عصام؟ طول عمرك من الاصول انت يا ابو بشير. ولو انا ما حلاقي اشرف واطهر من بنت رفيقي واخي ابو عصام، رفيقي ورفيق الطفوله. الله يرحم هذيك الايام. تفرج اخي بتفرج. ايه سيدي شو رايك نجيب الشيخ اليوم المساء ونكتب الكتاب ونعتبرها خطبه رسميه؟ بشير لا الله يرضى عليك، لا هلا لا اجليها شوي. لكن وليش التأجيل؟ خليها اليوم، دق الحديد هو حامي ابو عصام. ليش يا بشير؟ هلا مو وقتها، ما بدي حدا يزعل مني هلا. مين الحدا ابو عصام؟ عود احكي لي لشوف.